السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، جد قناة معاكم وقناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهارده يا شباب حلقة مهمة جدا. الحمد لله يا جماعة راجعين عودة العلف تاني إن شاء الله بجودة عالية جدا بفضل الله يا جماعة. الشغل اهوت تمام. العلف يا جماعه احنا بنعمل علف على ايدينا، علف معمول خاص بمزارعنا، واي حد محتاج اي علف بفضل الله يا جماعه تبقى الشكاره ان شاء الله متوفره على اسمنا ابو نرمين. علف يا جماعه ما شاء الله تركيبه جباره جدا جدا، خصوبه، تحويل، رضاعه، كل حاجه ان شاء الله يا جماعه في التركيبه دي ان شاء الله هتفرق جامد جامد مع كل المربين اللي هيتعاملوا معانا ان شاء الله بالعلف. والعلف مش هقول لك بقى عن تجربه، لا، الارنب هو اللي هيحكم على العلف ان شاء الله. مش هقول لك بقى جرب، لا، العلف يا باشا هو اللي هيحكم على نفسه مع الارنب. الحمد لله يا جماعه كل حاجه هنا على عينك يا تاجر اهوت تمام بفضل الله. صويا والشعير والاعشاب والبرسيم الحجازي والرده صويا 46، يعني بمعنى اصح اقسم بالله حاطين كميات صويا ما حد في مصر بيحطها. حاطين كميات صويا يا جماعه ما فيش حد اساسا من اللي مصنع علف بفضل الله بحطها. مش بنقول كده عشان هي تركيبتنا وعلفنا، لا، دي عند الحقيقه بشهاده برضه صاحب المصنع، يعني بشهاده صاحب المصنع. تمام يا جدعان، الحمد لله بفضل الله حاجه محترمه جدا. واحنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج علف هيبقى ان شاء الله متوفر عندنا في المحل. محتاج طن، محتاج 2 طن، 3 طن، 5 طن ان شاء الله بتحاول تظهر بدون كاش وبنبعت لك العلف. عايز تشرفنا يا باشا شرفنا، تاخد العلف اللي انت عاوزه ان شاء الله. وشكارتنا زي ما انتم عارفين يا برضه الادويه يا جماعه تمام. شكارتنا يا جماعه زي ما انتم عارفين، شكارتنا اللي عليها ابو نرمين اهيت ماشي. شكارة ابو نرمين عليها اسامينا وارقام تليفوناتنا واسم البلد كمان يا جدعان. واحنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج اي حاجه احنا تحت امره. رقم التليفون للتواصل والاستفسار 010 28 35 9 175. رقم التليفون يا جماعه 010 28 35 9 175. واحنا تحت امر الجميع. الحمد لله يا جماعه هو فعلا الشغل ده هو بس حاجه محترمه جدا. ما شاء الله مبدع. عايز يا جماعه تتكلم عن السبب اللي حاجه محترمه جدا في الجو. حاجه ما شاء الله يا شباب، هتلاقيها حلوه فيها كل المكونات ديت. لكن الصراحه بنعمل يا جماعه كبسه 2 طن ان شاء الله. في طن يا جماعه، في طن دلوقتي حاليا جوه الخلاطه وشغالين اهو في السحب اهو شغال ماشي. الناس الشباب اللي بتسالني تقول لي يا ابو نرمين عايزين نشتري المكبس اللي هو المكبس الصغير اللي هو بيتعمل في البيت ويكبس نص طن او طن والكلام ده. اقول لك يا باشا المكبس ده ما ينفعش معاك نهائي. ليه؟ لان المكبس بيحط في قلبه العلف، الخامه مطلعها لك حد من الجنب التاني، ما ينفعش معاك. ليه ما ينفعش معاك؟ علشان خاطر في حاجه اسمها هنا خلاطه. يا شباب الفضه هنا كده الخامات تطلع في السحاب ده
تنزل في الادوس، من الادوس للخلاطه. تمام. خلط كله مع بعض، الادويه والاعشاب والصويا والشعير والذره وكله بيتخلط مع بعضه. ورحت غرفه الاستقبال، يطلع هنا يا جماعه بالخلاطه غرفه الاستقبال، تسحب من غرفه الاستقبال على الادوس، ومن الادوس على العجانه. تمام. اللي هو الجهاز بيقول يا جماعه ده العجان. بتعجن العلفه بدرجه حراره عاليه جدا، تنزل على المكبس قبل الكبس، تنزل من المكبس على الغربال، يتهز، يطلع من الغربال على التبريد. تمام. يتبرد يا جماعه هنا في المساحه دي كلها تبريد يا شباب، هي شفرات تبريد. يطلع من التبريد على السحاب فوق للادوس، وينزل من الادوس على الشكاره، على الميزان، والميزان على الشكاره، وبعد كده تخيط. قصه طويله وفيلم طويل، ما ينفعش تعمله في البيت، لان كل حاجه ولها حاجه يا جماعه. علفه الارنب بالذات ما تنفعش انها يتلعب فيها او يكون فيها اي مشاكل. الحمد لله يا جماعه بفضل الله، حاجه محترمه جدا، حاجه هتعجبكم ان شاء الله يا شباب. وزي ما احنا قلنا لكم الصويا هنا 46. صويا ماشي. اه السؤال يا جماعه. افتح الشكاره ثانيه. هو الحب 53 كيلو صح؟ في النص لسه 27 كيلو. 80 كيلو يا جماعه صويا في القلبه في النص طن. 80 كيلو صويا في النص طن. ستة وأربعين. 80 كيلو صويا 46 في نص طن يا جماعه، في القلبه نص طن. طبعا يا حبايب قلبي ديت خلاص القلبه الاولانيه خلصت، القلبه الثانيه يا شباب. يا جماعه الشعير، شعير حاجه ما شاء الله. ده عامله ازاي؟ ان شاء الله ربنا يبارك. حاجه محترمه جدا ان شاء الله ربنا يبارك. الرب يا جماعه اهيت ما شاء الله، حاجه نظيفه. رب يا جماعه نظيفه ما شاء الله بفضل الله. شغل فاخر من الاخر ما شاء الله يا جماعه، حاجه نظيفه ما شاء الله ربنا يبارك. بسيم الحجازي ما شاء الله. وده يا جماعه الاعشاب، ادي الاعشاب. الله يا بودي. صويا بروتين 46. صويا بروتين 46 يا شباب. صويا بروتين 46 اهو. فين يا جماعه الصويا؟ بروتين 46 اهو.
على عينك يا تاجر. صويا بروتين 46 اه اهو. يلا يا بود، احلى بود في الدنيا اهو يا جماعه. صباح الفل عليكم. برسيم الحجازي. كل حاجه هنا يا جماعه على عينك يا تاجر، كل حاجه قدامكم في الفيديو مباشر اهو. يا جماعه برمكسات التسمين اهي. برمكسات شغل فاخر من الاخر يا جدعان. الف دال. بقت بالالويه يا جدعان. ان شاء الله ربنا يبارك. هذا المصنع ان شاء الله ربنا يبارك. الصويا يا جماعه 46، الصويا 46. يا جدعان الصويا 46، بروتين 46. بدأنا يا جماعة في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التعبئة. مرحلة التعبئة يا جماعة مش شوية أبو تركيب شباب. مرحلة التعبئة يا الشباب الأرانب شباب. دي مرحلة التعبئة. طبعا يا شباب وصلنا بقى للمرحلة النهائية في تعبئة الاثنين طن يا شباب. حاجة محترمة جدا، ربنا يبارك إن شاء الله. ربنا يبارك. الشغل اهوت ابو نرمين يا جماعة اهوت العرب بتاعنا الحمد لله. نبتدي يا جماعة علب بفضل الله يا شباب ان شاء الله ربنا يبارك اهوت. ان شاء الله مكملين معاكم. اللي عايز طن على بعضه هيبقى ان شاء الله متوفر. عايز نص طن ان شاء الله متوفر. عايز 2 طن، عايز 5 طن، اي كميه انت عايزها من شكاره لحد ما انت عايز. واحنا تحت امر الجميع. اي حد محتاج اي حاجه احنا تحت امره. هدفنا يا جماعه والله ان انت تنجح. بنعمل الشغل على ايدينا، بنقف على ايدينا بايدينا على الشغل علشان خاطر يطلع انتاج كويس ويطلع شغل كويس. النقطه الثانيه بالنسبه للشكاره، انا ممكن اعمل الشكاره مكعبه والشكاره المرسومه والمظبوطه بس هتبقى تكلفه على الزبون. تكلفه على الزبون لا، انا بعمل الشكاره اللي هي
القليله في السعر وبكلف في الخام. بكلف في الخام يا جماعه، يعني بدل ما اعمل شكاره كعب بقى ورسمه وشغل والكلام ده تبقى تكلفه على الزبون. تمام، لا التكلفه بحطها في الخام، الشكاره العاديه. تمام، والتكلفه يا جماعه في الخامه، في الخامات اللي جوه الشكاره. والحمد لله العلفه هي اللي بتتكلم عن نفسها والشغل هيتكلم عن نفسه. مش هشكر في العلفه بتاعتي، لا انا عامل العلفه دي يا جماعه الارنبي، عامل الشغل هو للارنب بتاعي. اللي عايز يشتري على دماغي مش هيشتري برضه هاكل منه ارنبي. يعني في تلك الحالات الشغل معمول للارانب بتاعتي، لشغلاني. تمام، عايز تشتري مفيش اي مشكله. عايز واحد عايز يبقى موسع او مندوب او الكلام ده يا جماعه، اي حد عايز يبقى موسع او مندوب اي محافظه احنا تحت امره، وبندعمه بالتصوير وبندعمه بالشغل كويس. والشغل هو اللي هيتكلم، والشغل هو اللي هيثبت وجوده عند الموسعين وعند المربين ان شاء الله، واحنا تحت امر الجميع. عربية بتحمل يا جماعه. على الشغل عندك الحلقه النهارده. اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.